طبعا دي مش باينه ايه هي، صح؟ خشي على مطبخ رودي لكل شيء واعرفي دي ايه. دي كيكه، تورته، مش باينه هي ايه، صح؟ يلا خشي على مطبخ رودي لكل شيء على اليوتيوب وشوفي ديت ايه بالظبط. ايه رايكم؟ شكلها تحفه وطعمها اتحف. يلا روح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلام. طبعا انا جايه النهارده نعمل مع بعض بيتزا، واحنا فاكرين طبعا عملت لكم قبل كده بيتزا وكان فاضل مني عجين وحطيته في الفريزر، كانوا 6 بيتزاهات. فطلعت النهارده 3 زي ما انتم شايفين كده، سبتهم لما يفكوا، بعد كده لميتهم وهسيبهم لما يرتاحوا شويه، وهنعمل مع بعض 3 بيتزاهات. انا عملت معاكم قبل كده اللي هي ميني بيتزا. انا النهارده في مطبخ اختي الكبيره مش في مطبخي، فهي نفسها تاكل بيتزا، فقلت لها انا عندي في البيتزا في التلاجة هجيبهم لك، حتى ما عندي برضك الحشو بتاعها اللي انتوا شايفينه كنت شايلاه برضك معاكم، اللي هي السجق واللحمه المفرومه والكبده. تمام. وعندكم الفلافل اهي الالوان والبيتزا، ده فلفل اصفر وده فلفل احمر، ودي جبنه شيدر، ودي جبنه مفتفته، ودي زيتون كلامالا، ودي مفتفته، ودي الايه الحشو بتاعنا والطماطم والكاتشب. تمام. يلا زمان العجينه بتاعتنا ارتاحت شويه، تعالي بقى نعمل معانا بعض صينيه كده على السريع. ادي الحشو بتاعنا اهو. عفوا. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. نزلنا بمعلقه زيت بسيطه كده في الارضيه. بصي اهيت كده شكلها ارتاحت. تعالي بقى هنفردها ونخرمها ونسيبها على جنب كده، وهنعمل ال3 صواني. بس طبعا مش هقدم لكم ال3 صواني، هقدم لكم صينيه واحده هناكلها مع بعضينا، عشان خاطر الباقي مش بتاعي. في واحده شلتها جاهزه متجهزه، وقت ما هيجوعوا هيبقوا ايه اختي هتبقى تعملها مع نفسها بقى. والاتنين التانيين انا عملتهم، واحده قدمتها معاكم والتانيه ايه انا شلتها كده على جنب، عشان ما كانش ينفع برضو ان انا افتح الاتنين. هنفرد البيتزايه كده او العجينه بتاعتنا في الارضيه الصينيه وهنخرمها زي ما انتم شايفين كده. البيتزا على فكره مش صعبه جدا، هما كوبايه دي او كوبايتين دي، بس انا كنت عاملاها كميه كبيره. بس انا هقول لكم مقادير. مثلا كوبايه دقيق، كوبايه دقيق ونص معلقه سكر ومعلقه كبيره خميره وذره ملح، ونعجنها مع بعضينا كده بالميه، مش هنعجنها بلبن ولا الكلام ده كله. بصوا انا فردت قدامكم ال3 صواني زي ما انتم شايفين كده، وبنعجن العجينه لحد ما تلم معانا، وبنسيبها لما تخمر، وبعد كده بتقطعي زي ما انت عايزه وبتعملي، يا تحطيها في التلاجة يا تعمليها يعني براحتك. طبعا الادوات اللي انا بستعملها ديت مش ادواتي، عشان كده مش عارفه اشتغل بالحاجه. زي ما انتم شايفين كده، نزلنا اول حاجه بالكاتشب على البيتزايه من فوق كده وفرشناها في الارضيه. بصوا بقى اللي انا هننزل بيها ديت ده ميكس. يعني ايه ميكس؟ يعني خلطه على بعضيها. يعني دي فيها كبده وفيها سجق وفيها لحمه مفرومه. تمام. اتفضل. المره اللي فاتت حبه وحبه وحبه، بعد ما مليت الكوبايات رحت حطاهم ايه في كوبايه كلها على بعضيها، وقلت اعمل بيها ايه بيتزايه مخلطه زي ما انتم شايفين كده. نزلت بيها. لا مش هنزل بالجبنه دلوقتي، هنزل بالفلافل. ماشي ننزل بالجبنه، بس هو المفروض ننزل بالفلافل وبعد كده الجبنه. بس اختي اللي مخرطه لي الفلافل دي مخرطه لي كل حاجه بصراحه، جهزت لي الفلافل والحاجات ديت لحد ما ايه ما وقفت انا ايه ظبطت الاداء. بصي شكلها جميله وطعمها تحفه، وبدل ما تروحي تشتري بيتزايه زي دهيت ب150 ولا ب200 جنيه، طب وعلى ايه؟ ده هي كوبايه دقيق ومعلقه خميره ونص معلقه سكر وذره ملح بسيطه خالص، وتعجنيها وتسيبيها نصايه كده ولا حاجه لحد ما تخمر، وتفك خمرها وتقرصيها وتفرديها في قلب الصينيه وتخرميها. تخرمي يعني العجينه وتسيبيها شويه ترتاح في الصينيه وترتفع شويه في الصينيه، وبعد كده اعملي الحشو اللي انت شايفاه ده. اي حشو عندك، مش لازم لحمه ولا لازم كبده ولا لازم سجق ولا لازم مفرومه ولا اي حاجه دي. اي جبنه عندك في التلاجة، جبنه مثلثات عندك، لانشون عندك، بسطرمه، اي حاجه حطيها على الوش، وحطي الفلافل اللي عندك كلها.
دي بقى بص انا حطيت الحشو كله، هدخلها ايه الفرن، ولما تطلع من الفرن هديها ايه الموزاريلا على الوش، يا دوبك تسيح واروح مطلعين. دي الصينيه التانية اهيت، انا هعملهم كلهم ولكن مش هقدم الا واحده بس. تمام. ادي الصينيه التانية اهي، نفس الحوار برضو، هننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا او ننزل بالكبده. التانية كانت ميكس، وانا لما رصيت الزيتون رصيت نصه بس عشان في ناس ما بتحبش الزيتون. ده اللحمه المفرومه اهيت هننزل بيها. اختي قالت لي عايزه اكل بيتزا من ايدي، قلت لها بس كده عينيا يا باشا. جبت كل حاجه ورحت عندها في مطبخها وعملت. يلا بقى، لو انتي لسه اول مره تشوفيني بالله عليكي اعملي اشتراك، مش هيخسرك، اقسم بالله لو عملتي لي اشتراك او عملت لي اشتراك مش هتخسروا حاجه يعني. اعملوا لي اشتراك واعملوا لي سبسكرايب اللي هو الاشتراك برضو واي كومنت كده ولايك بس، مش طالبه منكم اكتر من كده. نزلنا بالفلافل بتاعتنا كلها الالوانات اهيت، وبالطماطم، في طماطم بردك. الفلفل دي طماطم. بصوا عايزه اقول لكم الفلافل الالوان دهيت يعني فيتامين جدا وصحي وكويس جدا للقلب. ماشي، انت ممكن تجيبي الفلافل دي تحطيها عندك في التلاجة وتاكليها كأنك بتاكلي تفاح، بتاكلي خيرايه، بتاكلي منجايه، يعني اعتبريه زي الفاكهه، وكليه في قلب البيت وانت قاعده كده، خرطيها كده خرط واعمليها زي ما بتعملي مثلا الجزر. تنضفي الجزر بتخرطيه بالطول كده، اقعدي كلي طول ما انت قاعده، اقعدي كلي منه، يعني هو حلو جدا. اي نعم هو غالي شويه بس ما فيش مشكله، يعني هنعمل ايه طيب، ما زي كل حاجه غاليه، يعني ايه اللي رخيص قدامنا؟ مفيش حاجه رخيصه قدامنا بصراحه، كل حاجه بقت اوفر يعني. يلا الحمد لله على كل شيء. هركنها على جنب بقى لحد ما التانية تطلع من الفرن. ماشي. هنعمل دي رخرة صينيه اهيت، دي فلفل وقع، دي فلفل. ما تحطيش كتير كاتشب. ليه بقى؟ عشان لما تيجي تقطعي خرطة البيتزاية ما تبقاش طرية قوي، يعني خلي الكاتشب يدوبك على المسح زي ما انتوا شايفين كده. لو اعرف اشيل الزيادة اللي انا شايفاها دي كنت شلتها، ولكن مش مشكلة، بس انا حابة اقول لكم يعني ما تحطيش كتير سوائل. ولما تيجي تخرطي الطماطم اللي هتحطيها على البيتزا تاخدي بس الطماطم من بره، تاخدي اللحم، ما تاخديش القلب عشان بيبقى فيه ميه برضو، احنا مش عايزين ميه خالص. حتى زي ما انت شايفه كده الكبده والسجق واللحمه المفرومه زي ما انت شايفاهم كده ناشفين جدا، ما فيش لا ذره سمنه ولا زيت ولا اي حاجه بتلظ منها كده، ولا ميه ولا اي حاجه، ناشفين، الحاجات كلها ناشفه. فاهمه؟ انا عملتها وصفيتها كده عشان تنزل السوائل بتاعتها، وانا عايزاها تبقى ناشفه عشان ما تطريناش البيتزاهات. تيجي تمسكي البيتزاهات تعرفي تمسكيها، تبقى ماسكه نفسها كده، ما تبقاش طريه. واخده بالك اهيت كده تمام. كل ده بقى البيتزا لسه في الفرن. انا حبيت اعمل معاكم التلاتة وتشوفوني وانا بعملها، بس اللي مش عارف العجينه اتعملت ازاي ممكن تخش على الفيديو اللي قبل اللي هناك دهوت، اللي قبل اللي انا منزلاه، هتلاقي فيه طبقه كده وفيه 3 بيتزاهات كده ولا 4 بيتزاهات. خشي على القناه ديت او خشي على الصفحه ديت على الفيديو يعني، وهتلاقي عامله لك البيتزا من اولها لاخرها، هتلاقي عامله لك العجينه كلها من اولها لاخرها. ماشي. اما الخلطات اللي هي الكبده والسجق والحاجات دي سهله جدا، انتي بتعمليها بصلايه بس. ماشي، بتقطعي بصلايه حلوه كده، واول ما بتدبل بتنزلي بالكبده بتاعتك او السجق بتاعك او ايا كان موجود، بتعمليها حلو، بتطيبيها، تديها بق ميه لحد ما تشرب وتستوي معاكي كويس، وبعد كده بتطفي وبتطلعي تصفيها، وتعملي برضو هكذا اللي الحشوه اللي انت عايزاها كده. بصي دي طلعت اهيت من الفرن، طابت من تحت وبقت زي الفل وارتفعت معانا شويه. يلا هننزل بالجبنه الموزاريلا بتاعتنا
وهنحطها في الفرن. اول ما تسيح بنطلعها على طول. تمام. دي اخر واحده بقى، قلت اما ايه افور فيها شويه كده واحط ديت على الوش. بص هي طلعت اهيت من الفرن، هنقطعها مع بعضينا وناكلها مع بعضينا. اما التانيين بقى ما اقدرش ناكلها مع بعض، مش موجودة، هنقطعها كلها. هي دي بس هنقطعها. اختي بتعاكسني جنب مني عايزه تاكل، بتحب البيتزا جدا جدا جدا. يلا يا رب اكون خفيفه على قلبكم كده، ويكون الفيديو بتاعي حلو معاكم، ويكون لذيذه، وتكون البيتزا بتاعتي لذيذه زيي. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر. بصي تقولي خدي طلعي بدي، قلت لها اوكي. بصي الموزاريلا ماسكه هنا وماسكه هنا وسخنه طبعا، مانيش عارفه اطلع عشان سخنه. بس هعمل ايه؟ بص سخنه ازاي، بص مبخره قدامك اهي، حتى انا بقطعها قدامك كده هتلاقيها مبخره. هي سالكه من الارضيه اهيت وجميله، مش لازقه ولا اي حاجه، سالكه. بصي الارضيه بتاعتها عامله ازاي، طيبه الطيبان، مش اللي هو الاوفر الاحمر قوي، لا الحلوه اللي تعرفي تاكليها كده تبقى طريه معاكي. بصي الموزاريلا بتاعتنا عامله ازاي، بصي مبخره ازاي وسخنه ازاي، طبعا سخنه على ايدي انا مش عارفه امسكها. طبعا انا باكل كده وهم ورا هيتجننوا نفسهم ياخدوا الطبق اللي انا باكل منه ده اهو. عايزه اقول لكم الجو وحش جدا، يعني البيتزا ديت يا دوبك على ما قطعتها كانت بردت، لما بتبرد ما بتلاقيهاش بتمط، لازم تاكليها وهي سخنه كده عشان تمط معاكي، عشان البيتزا تمط معاكي اهي. نطلع تاني بقى، نطلع حبه كده مع بعضينا ونزوقها بقى. بصي عامله ازاي، جميله، طعمها تحفه 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 تحفه. يلا اهيت قطعتها وظبطتها، تعالوا بقى نزوقها تزويق خفيف كده على قد ما وصل انا قلت يعني ايه، يعني كده، يعني اي حاجه كده في اي حاجه تخلي الطبق شكله احلى واشيك وشكله جميل ويفتح النفس الاكل، مع ان ريحتها يعني مش محتاجه اللي انا بعمله ده، ولكن يلا بقى. عايز تحطي كاتشب حطي، عايز تحطي مايونيز حطي، عايز تحطي اللي انت عايزاه حطي براحتك بقى انت وراحتك يعني. بص خلصت اهي يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.